اهلا بيكم في حلقة جديدة من عيشي حياتك. معانا النهاردة دكتورة مريان. هي هتعرفنا بنفسها. اهلا بيكي يا دكتورة. أهلا يا مريم. أنا دكتورة مريان أسعد على ابلكيشن زمبليتا فيت. آه، مبسوطة إن احنا هنعمل بقى كلام براحتنا عن التغذية. آه، انا كنت عايزة اسألك شوية اسئلة، يعني الناس بتبقى محتارة قوي فيها. اولا معظم الستات في سن الأربعين بيبقى عندهم مشكلة كبيرة قوي في ثبات الوزن. يعني بيقعدوا يحاولوا محاولات جاهدة انهم ينزلوا وزنهم، ممكن ينزل كيلو اتنين تلاتة بالكتير، وبعدين هوب يقف. يقف نزول الوزن. ومن هنا بقى بيجي الإحباط، فيقولوا لا ده أنا، بيقعدوا بقى يكملوا ويحاولوا مرة واتنين وتلاتة وعشرة، واسبوع اتنين تلاتة مفيش فايدة، لسه يقفوا على الميزان يلاقوا نفس القصة، مفيش ولا ربع كيلو نزل. فمن هنا بيجي الإحباط ويقول لك لا بقى ده مفيش فايدة، يلا ضربوا الأعور على عينه، ده أنا بعذب نفسي على الفاضي. فإحنا عايزين نعرف إيه أسباب ثبات الوزن، ان هو ما بينزلش، وخصوصا عند الستات. وكمان كل ما السن بيتقدم شوية بيبقى اكتر واكتر ثبات الوزن. فعايزين نعرف ايه اسبابه. بصي، هو في أسباب كتير جدا تخلي الوزن كده فجأة واحنا في وسط الدايت، أو فجأة واحنا طول عمرنا بننزل بسهولة وعارفين نحافظ على وزننا، فجأة الوزن يثبت أو يبقى عنيد معانا. طبعا اول حاجه بنعملها ان احنا نعمل تحاليل، نشوف فيتامين دي. لو في نقص فيتامين دي ممكن الحرق بيبقى قليل. لو في مشكله في الغده الدرقيه او حصل اي لخبطه في الهرمونات بتاعه الغده الدرقيه، الحرق بيقل. طبعا طبيعي مع زياده السن. كل ما السن بيكبر كل ما الحرق بيقل شويه. فاكيد الدايت اللي كان بيجيب معايا في الاول، او كميه الاكل اللي كنت باكلها في الاول ما تخلينيش ازيد، بعد شويه بتخليني ازيد. فمهم برضو ان احنا نراعي النقطه دي. كل ما هنكبر كل ما هنحتاج ان احنا نركز اكتر مع اكلنا. فطبعا الحكايه بتبقى عاوزه طولة بال. بالعكس، يعني بدل ما الناس تحبط بسرعه بتبقى عاوزه طولة بال، ونقعد نجرب كل اسبوع يمكن نقدر نحط ايدنا على سبب المشكله. كمان لما بيكون في مشكلة في الحديد، لو الحديد مخزون الحديد قليل ممكن الحرق بيقل. لو احنا مش بننام كويس، النوم من الحاجات اللي بتأثر جدا على الحرق. لو احنا جاء اسبوع ما كناش بنتمرن كويس. لو احنا عملنا دايت قاسي قوي بيخلي الحرق بتاعنا يقل. لو احنا عملنا دايت كتير قوي بنقعد نبتدي دايت ونوقف، وبعدين نبتدي ونوقف. الطريقة دي كل شوية بتخلي برضو الحرق يقل. لو احنا في حاجة صغيرة قوي مش واخدين بالنا منها في النظام بتاع الأسبوع، ممكن تكون هي السبب. يعني ممكن مثلا أكون بستعمل شوية سكر صغننين في حاجة، أو حبة عسل صغيرين في حاجة، أو حاجة معينة بشربها وأنا متخيلة إن هي ملهاش سعرات بس هي بتأثر. فبنبقى عاوزين نراجع كل حاجة. لو عندنا مشكلة في حساسية مع حاجة معينة ممكن تخلي برضو تخلي الجسم يقاوم الحرق. حساسية ألبان، حساسية جلوتين، أي حاجة عاملة لنا sensitivity يعني جوه جسمنا. هو في حاجة كمان، آه، بعتقد التركيز الزيادة قوي قوي قوي. يعني انا بحس انا شخصيا كست يعني عديت الأربعين فقط. بتبقى في حتة كده آه، يعني مركزة قوي 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 مع الميزان. فساعات كتير انا شخصيا لما ببقى كل يوم اقف على الميزان، لا نزلت ربع، لا زدت ربع، لا نزلت كيلو، لا زدت كيلو. التركيز الزياده قوي ده بحس ان هو بيعمل ستريس زياده على جسمي. ف... فساعات كتير يعني دي حصلت معايا انا شخصيا، ان انا لما قلت خلاص انا مش ههتم بقى، مش ههتم بالميزان، انا اللي هعمله ان انا بس هاكل اكل صحي
بكميات معقولة واشبع وكل حاجة، وهوقف الحاجات اللي هي المضرة او المضرة للصحة وخلاص على كده، وهاكل عادي. لما ابتديت اعمل كده وما ركزش قوي ان انا عايزه اخس كيلو، عايزه اخس 2، عايزه اخس 10، دي يعني وقت ما ابتديت ما ركزش، طبعا مش تاني يوم يعني، بس لما خلاص طلعت من دماغي حته الميزان والخسسان والزياده والحاجات دي، ابتديت بس ان انا اشتغل على صحتي، وقتها بس ابتديت فعلا اخس. ف فيعني اللي هو اتفاجئت ايه ده انا بقالي سنين بحاول ومش عارفه. ولما طلعت الموضوع من دماغي وابتديت اركز بس على الصحه، ابتديت ان انا الاسترس بتاع الضغط النفسي بتاع خسيت ما خسيتش كيلو مش كيلو ربع كده ده راح. ابتديت فعلا يعني الاقي فرق. ودايما زي ما كنت دايما بتقولي ان احنا ما نهتمش بالميزان قد ما احنا نهتم بالمقاسات، شكل جسمي بقى ايه، اللبس عليا شكله ايه، فدي مهمة قوي. أكيد طبعا. وهو فعلا الستريس اللي احنا بنعمله على نفسنا بالميزان ده مؤذي جدا. يعني هو مهم ان انا بغير كل الحاجات اللي او ببعد عن كل الحاجات اللي مش صحية في حياتي. والنزول كده كده جاي، يعني حتى يعني مش شرط ان هو يبقى ظاهر بنفس الشكل كل اسبوع. يعني ممكن اسبوع يبقى فيه بالظبط. شوية مية زادوا، وشوية عضلات زادوا. يعني عادي ان يكون في فاريشن كده بتحصل كل اسبوع. ما يبقاش قاعدين بالارقام، قاعدين بنحسبها بالارقام. بالظبط اه. بالظبط، وهي دي مم. اكتر حاجه بتجيب احباط وبتخلينا نوقف الدايت او نوقف النظام الغذائي. بلاش كلمه دايت دي عشان حساسه شويه بالنسبه للناس اللي هي يعني عملت دايت كتير قوي في حياتها. فخلينا يعني نقول النظام الغذائي اللي هي معناها دايت، بس الكلمه نفسها بتخض. يعني بتخض شويه. فنمشي على النظام الغذائي الصحي وما نركزش، فدي اهم حاجة يعني. آه، آه، في حاجة تانية كمان، في ناس بتفتكر ان هي كل ما قللت اكلها كل ما وزنها يعني يشتغل اكتر او ينزل اكتر، او هو ده الدايت ان انا اقلل اكلي، مش اي حاجة تاني. فالحتة دي تريكي شوية، لان هي ساعات احنا كتير بنقول طب انا مش عامله دايت، او انا منظمه اكلي بس، فبرضو اكل بقى اللي انا عايزاه من الاكل الصحي باي كميه. فبتحصل يعني ساعات لما اقول يعني مع المشتركات بتوعنا وكده، او مع اي حد كلي اكل صحي، فتروح عامله كميه غير طبيعيه مثلا من الكيك اللي بالشوفان والموز والسكر. مش اهم صحي حاجه اهو. اهم حاجه ان هو فيه سكر دايت او من غير سكر، فهو صحي. وتروح واكله مثلا كميه غير طبيعيه، يعني 5 موزات، دي حصلت حقيقي، انا مش يعني مش بقول كده بس يعني كمثال، لا هي حصلت حقيقي ان في واحده فعلا كلت صينيه كيك معموله من 5 موزات و4 كوبايات شوفان في اكله في وجبه واحده. فعايزين برضو واعتبرته صحي يعني اهو. يلا. صحي، مش قلت لنا كله اكل صحي فخلاص. فبرضو الحته دي تريكي شويه، لان برضو الكميات بتفرق. حتى لو هو اكل صحي جميل قوي ان انا اكل صحي، بس برضو مش بكميات مهوله، مش بكميات رهيبه. ف ف ف فكل حاجه بالتوازن او بالعقل، يعني كل حاجه بالمعقول، يبقى في توازن، هي دي اللي بتمشي. فعايزين نعرف يعني الحته دي، انا طب اعمل ايه؟ اقلل اكلي ولا ازود اكلي بس اكل اكل صحي، ولا اكل ازاي احسب الكميات من الاكل الصحي يعني. بصي، انا لما بمر بموقف زي ده بقول لهم دايما الجمله دي: هو لو الموضوع بالسهوله دي انه انا احرم نفسي او ان انا اكل قليل جدا واقلل اكلي خالص او اكل وجبه واحده في اليوم، كان ممكن يجيب نتيجه، ما كانش هيبقى فيه علم تغذيه كبير ومحتاج دراسه ومحتاج مساعده ومحتاج انه يبقى فيه دكتور معاه. المفروض احنا لينا كل فرد ليه استهلاك سعرات في اليوم، في عدد سعرات هو بيستهلكها في اليوم. بيختلف طبعا من شخص لشخص، ومن راجل لست، ومن سن لسن، ومن من طفل لكبير، ومن طول لطول حتى.
الكمية دي أنا لو أخدت من أقل منها بشوية بسيطة، أنا كده ببتدي أحرق بشكل طبيعي من غير ما أكون حاسس إن أنا جعان، ببقى أخدت كفايتي من السعرات، فجسمي مش بيديني أي إنذارات إن هو جعان. وفي نفس الوقت على آخر الأسبوع بلاقي نفسي خسيت، فبيبقى الموضوع سهل جدا. لكن أنا لو قللت أكلي قوي، جسمي هيبتدي يدي إنذار إن هو في حالة starvation، إنه أنا بجوعه. ففي الحالة دي يبتدي يحافظ على مخزون الدهون اللي عنده، عشان هو ده مصدر الطاقة بتاعه. فأنا كده مش بيدخل لي سعرات، أنا هحافظ على السعرات اللي عندي. اجي اخر الاسبوع الاقي نفسي ما نزلتش، مع ان انا كنت مجوعه نفسي. بس ده مش صح، انا جسمي ذكي، مش بالبساطه دي ممكن ان انا اضغط عليه. يعني التاثير بتاع ان انا اجوع نفسي هو نفس تاثير ان انا اخد سعرات كتير. حقيقي. فعلا انا دايما بقول ان قلة الاكل يكاد يكون ضررها يمكن اكتر من زيادة الاكل قوي. ليه؟ لان برضو قلة الاكل يعني الدايت القاسي قوي اللي هو الحرمان الجامد قوي ده وخصوصا برضو ارجع واقول مع الستات في لما التقدم في العمر بيعمل مشاكل كبيرة جدا وخمول في الغدة الدرقية وحاجات مشاكل كتير قوي احنا في غنى عنها. فالحل مش ان احنا نقطع الاكل، لان دي او مشاكل بقى في العظم وحاجات كتير جدا. فتنظيم الاكل يعني حاجة حيوية قوي وناس كتير بتبقى يعني مش عارفة بس تنظم اكلها ازاي. يعني اللي هي لو قامت شبعانة بتحس ان ضميرها مأنبها او انها بتعمل حاجة غلط او انها مش هتخس. يعني اعرف حالات كتير بالشكل ده، ان هي لو قامت من على الاكل شبعانة باكل صحي شبعانة، يعني مش لازم نبقى مدخومين، بس لو شبعت بتحس انها خلاص كده مش هيحصل عملت حاجة حاجه وهي غلط. غلط. اه. مم. ف فالحتة دي يعني انا مش عارفة بصراحة نظبطها ازاي يعني. ما هي بقى دي أهمية الثقافة الغذائية. في فرق، ما يعني ممكن اخد حتة شوكليت قد كده يبقى فيها سعرات قد ربع كيلو من الفراولة. فهو ده اللي الواحد المفروض بيعمله. يعني انا بدل ما باخد حاجة صغيرة قوي وفيها سعرات كتير جدا، باخد حاجة مليانة الياف ومية تبقى حجمها كبير وسعراتها قليلة خالص. فبكده انا ببقى شبعان. هو ده الحاجة اللي احنا ان احنا كده تغذية بنعملها. احنا بدل ما هتاخدي حاجة قد كده هنديكي حاجة قد كده، فتبقي شبعانة وخدتي السعرات اللي انت محتاجاها، وجسمك ما يحسش ان هو محروم من حاجة. بالظبط. طيب بالنسبة لصديقي صديقي المشبع الجميل البروتين اه. يعني يعني بعتقد برضو ان يعني نسبة البروتين في الاكل بتفرق كتير قوي 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 في حتة الشبع والجوع. ف فيعني لما ناخد نسبة البروتين المناسبة لجسمنا دي ومعاهم بقى الحاجات اللي هي بكميات كبيرة وسعراتها قليلة، دي اللي هتوصل لمرحلة الشبع ومعاهم طبعا يعني الدهون الصحية. فدي اللي بتخلي الشبع يبقى على يعني قبل ما اكمل حتى السعرات بتاعتي العالية قوي، اللي انا لو انا متعودة على سعرات عالية قوي بتشبعني اسرع وبتشبعني الوقت اطول. فما ما لاقيش نفسي بعد يعني ساعتين 3 هموت من الجوع ووقعت وجالي هبوط وكده. وبعتقد ان الهبوط والحاجات دي بتيجي اكتر من السكريات اه انها طبعا. بتعمل سبايك في بتعلي الانسولين. الانسولين. بالظبط. فبروح بعد ساعة ولا حاجة واكله طبق مكرونه قد كده وحاسه ان انا مش قادره اتنفس منه ضخم جدا. ومش قادرة اشبع برضه. بالظبط. وبعد نص ساعه بالظبط احس ان انا هموت من الجوع. فده اللي بيحصل لنا من الحاجات البروسيسد والنشويات اللي هي المخففه وكده والسكريات وكده. طبعا مع بقى الدونات والحاجات دي بتبقى قصه يعني. طيب في برضو مقوله
بتقولك انا لا انا بلعب رياضه، فمش المفروض ان انا ما اتخنش، او المفروض ان انا اخس. ده انا ابتديت اشتركت في جيم مثلا، او اشتركت في برنامج رياضي، فده كده ازاي ما اخسش؟ فدي علاقة برضو شائكة جدا، وحتة يعني ناس كتير بتفهمها غلط، ان الرياضة طالما انا ابتديت العب رياضة يبقى لازم اخس، حتى لو انا اكلي زي ما هو او باكل زي ما انا، ما فيش مشكله يعني طالما ابتديت رياضه. فايه رايك في المقوله دي، او إيه اللي بيخسس، الرياضه ولا الاكل؟ الاتنين حاجتين أساسيين في حياتنا، ما ينفعش حاجة فيهم تيجي على حساب التانية. يعني في ناس بالنسبة لها أنا أسهل لي أعمل مجهود أكتر بس ما أجيش على أكلي أبدا. وفي ناس تحب لا، أنا أقعد في بيتنا مش عايزة أتعب نفسي فهظبط الأكل. الحقيقة الاتنين ما ينفعش حاجة فيهم نأثر فيها، يعني لازم إن احنا نزود ده شوية ونقلل ده شوية لحد ما نوصل للتوازن اللي يحافظ بعد كده على شكل جسمنا وصحتنا بشكل كويس. اني افضل اكل بكميات كبيره واقول اصلا انا بعمل تمارين، ما هو برضو ستيل السعرات اللي داخله كتيره جدا. حتى لو انا زودت ماشي السعرات اللي بحرقها او المجهود اللي انا بعمله، بس برضو ده مش هيخلي شكل جسمي صحي. يعني في ناس كتير قوي ممكن يبقى جسمها كويس وفي عضلات وكل حاجه، بس في كرش، بس في حتت معينه تخين، لانه في الاخر لا، توزيعة السعرات او كميه النشويات اللي داخله او السكريات اللي داخلها كبيره. مم. طيب يعني اللي انت عايزه تقوليه ان الرياضه لوحدها ما تخسسش؟ أكيد مش كفاية، اه. ولا الأكل لوحده ممكن يخس برضو، يعني لازم الاتنين مع بعض. طيب يعني إضافة لكلامك، أنا دايما بقول إن الرياضة ما بتخسسش. يعني أنا عارفة إن أنت عشان أنا بتاعت الرياضة أكتر، فأنت مش عايزة تقوليها لي في وشي يعني. يعني هي الرياضة طبعا. بتقوليها لي بالراحة يعني. بس أنا بقى اللي بقولك إن الرياضة لوحدها ما بتخسسش. اللي بيخسس تنظيم الأكل، التغذية السليمة هي اللي بتخسس، اللي بتنزل الوزن، التغذية السليمة. الرياضة دي الحباية السحرية بتاعت الصحة وشكل الجسم. يعني ممكن أنا أنزل بالتغذية، هنزل بالتغذية، يعني التغذية السليمة بتنزل الوزن، مفيش مشكلة. بس شكل جسمي هيحصل لي ترهلات، لو وزن كبير قوي ونزل هيبقى شكل جسمي مش متناسق، هيبقى فيه ترهل. فالرياضة بتشد الجسم، وهي طبعا بعيدا عن الشكل، هي يعني انا بسميها يعني الماجيكال بيل. يعني اللي هي الحباية السحرية للصحة. ف... فالصحة فعلا هي يعني الدايت والرياضة دي، او التغذية السليمة والاكل الصحي مع الرياضة، بس هم دول الحياة، مع طبعا يعني تقليل الاسترس. أكيد. فهي التركيبة يعني هي دي التركيبة الصح يعني بتاعت الصحة. هي المعادلة المتوازنة يعني ما بين الاتنين. بالظبط بالظبط بالظبط. وانس ان احنا حافظنا على صحتنا او ابتدينا او يعني صحتنا تتحسن، الوزن ده بينزل يعني ده الباي برودكت بتاع الصحة الكويسة. ف يعني طب انا دلوقتي لعبت رياضة وكلت كويس وكده، ابتديت حاجة ومشيت فيها وخسيت واستحملت وصبرت وفي كونسيستنسي وكل حاجة، وصلت للي انا عايزاه بالظبط. انا خلاص وصلت لوزني المثالي، اللي انا يعني التارجت اللي انا عايزة اوصل له. ازاي بقى احافظ على الوزن اللي انا وصلت له ده، ما ارجعوش تاني؟ لان حتى الناس اللي بتعمل عمليات مثلا تكميم او بتاخد حقن تخسيس والحاجات دي كلها، ساعات كتير بشوف ناس بترجع في خلال سنة 2 3 5 حتى
بتفضل شويه شكلها مظبوط وخست ووصلت للي هي عايزاه، وبعد شويه بعد ما تقطعي فتره طويله انك تشوفيهم تلاقيهم ولا كانهم عملوا حاجه. ف فازاي انا احافظ على وزني ما يزيدش تاني ويرجع زي الاول؟ هي دي فعلا بتبقى اصعب نقطة بالنسبة لناس كتير، بالذات الناس اللي بتعمل حاجات يعني مش طبيعية، مش نزول طبيعي، العمليات او الحقن او كده. لانه اصلا المينتاليتي اللي خلتهم يزيدوا في الاول هي هتخليهم يزيدوا تاني. نفس تفكيرهم في الأكل. فإحنا المفروض مشوارنا في إن إحنا نوصل لجسم صحي وجسم مثالي. اتعلمنا فيه ايه الحاجات اللي انا ضميري ما يأنبنيش لو اكلت منها كميه كبيره، وايه الحاجات اللي المفروض ابقى واخد بالي وهاخد منها كميه صغيره، وايه الحاجات اللي تبقى مره كل فتره او في المناسبات او كده. فالحاجات اللي اتعلمتها دي هي اللي انا بقدر احافظ بيها على وزني بعد كده. وشويه الحركه او الروتين الرياضي اللي دخلته في حياتي هو ده اللي بقدر احافظ بيه على وزني بعد كده او على صحتي بعد كده. ف يعني كل اللي احنا محتاجينه مش ان احنا نفضل عاملين دايت بقية حياتنا، بس اللي محتاجينه ان احنا الحاجات اللي اتعلمناها نحافظ عليها، الروتين اللي دخل حياتنا وخلاها بقت صحية نقدر نحافظ عليه. انه كمية الخضار اللي اتعودنا ان احنا ناكلها في اليوم، وكمية البروتين اللي اتعودنا ان احنا ناكلها، والوقت مثلا اللي هو نص ساعة في اليوم مثلا رياضة او مشي او ايا كان اللي هنعمله نفضل مكملينه. وده اللي يحافظ لنا على صحتنا بعد كده. يعني من الاخر مم. آه، إلا لو بطلت ورجعت زي ما انا بنفس العادات القديمة بنفس الطريقة هرجع تاني. ده حاجة يعني it makes sense يعني. ده يعني عاملة حاجة اصلا، عشان في كتير قوي بيقولوا لي بس انا اوصل بس اللي مش عارف ايوه. ال60 هفرتك الدنيا. طبعا هفرتك الدنيا، انت هترجع تاني يعني، فاهماني؟ مم. اللي عملتيه ملوش اي قيمه او لازمه اذا رجعتي تاني لنفس الحاجات. فعشان كده دايما بنقول يعني احنا مش عايزين يبقى هدف الميزان او الوزن مم. او حاجه معينه. الهدف ان انا اتعلم ازاي اعيش حياة صحية بكل ما فيها بقى، بالتغذية السليمة، بالرياضة، بالستريس ريليز، بالحاجات دي كلها. ف ان انا احافظ على صحتي النفسية والبدنية. فهي دي النقطة اللي ناس كتير قوي ساعات بتتلخبط فيها، او بتبقى فاكرة ان هو هدف هوصل له خلاص هعمل اللي انا عايزاه. وعشان كده كمان ناس كتير قوي يعني ما بتكملش، علشان ساعات حتى الناس من بره يقولها لا 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 لا، كده كفايه، مم. فكده كفايه اروح ضربه تورته اروح خلاص. اه خلاص انسى الموضوع. اللي هو طب ماشي كده كفايه، ما انت حتى لو عايزه تتخني برضه لازم تاكلي اكل صحي. انت فاهمه يعني، او تلعبي رياضه برضه. عايزه تخسي، عايزه تتخني، عايزه اي حاجه ملهاش علاقه خالص بالوزن يعني. اه. الهدف ان انا بحافظ على صحتي. لكن يعني انا حتى كنت بقع في نفس الفكره دي او المشكله دي، ان ايه ده لا 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 لا، ده انت خسيتي كده كفايه قوي. فراح انا خلاص، ده الناس بتقول لي انت بقيتي جميله قوي، خلاص كده حلو قوي وكفايه ومش عارفه ايه. فاروح يلا اخد راحتي بقى. فوانس بقى ان انا خدت راحتي، مش اللي هي هجرب او خلاص ان حاجه نفسي فيها هاكلها او كده. وانس بقى ان انا يلا عايزه اتخن، او خلاص هقف على كده، الدنيا باظت، بتبوظ بروح بقى تاني. ضاربه بقى كل حاجه ومبوظه الدنيا. فحته التبويظ دي لازم تبقى يعني تريكي جدا فيها يعني. ساعات كتير ناس ما بتفهمش ان لا، لازم يبقى انت طول حياتك مش ماشيه على دايت بس، بتاكلي اكل صحي وبتلعبي رياضه وبتتمرني وبتحافظي على صحتك، مش مجرد تارجت ووصلت له خلاص ارجع تاني. طيب يعني ساعات كتير قوي في ناس مع دكاترة التغذية بالذات
بيزهقوا قوي. فاهمة؟ يعني أنا مشيت شهر واتنين وتلاتة واربعة مع نيوتريشنست وخلاص، يعني زهقت بقى، زهقت، مش قادرة أصحى كل يوم الصبح أبص في ورقة وأشوف هاخد كام جرام من دي وكام جرام من دي. فإيه الحل للموضوع ده؟ الحل بالنسبة للورقة ولا بالنسبة للزهق ولا بالنسبة لأنهي جزء فيهم؟ لا يعني يعني ازاي؟ يعني انا مثلا انا هو يعني دلوقتي مثلا ما اقدرش امشي على ورقه. انا مم. مش كنيوتريشنست، يعني انا كمريم عندك كلاينت يعني او حاله آه، جايه بقول لك انا عايزه يعني اخس مثلا او انزل بس وزني، من غير ما أمشي على ورقة بس يعني. من غير ما امشي على ورقه، مش مم. قادره ابص في ورقه، لاني خضت الموضوع ده كتير جدا طول حياتي، وخصوصا مم. فعلا اللي عدى بالحاجات دي كتير قوي. ومش قادره امشي على ورقه. قولي لي اعمل ايه؟ انظم اكلي ازاي من غير ما ابص في كميات واوزن وحاجات كده؟ مم. بسيطة جدا. هو أنا هبص على نظام حياتي وأشوف إيه الغلطات اللي أنا بعملها. يعني هل أنا مثلا حد متعود إني بشرب مشروبات كتير في اليوم، فكمية السكر اللي داخلالي هي اللي أكتر حاجة سعراتها عالية، يبقى أنا هبتدي أستغنى عن السكر ده وأعود نفسي على كميات سكر، يعني هعود نفسي على طعم الحاجات من غير سكر، أو إن أنا أحط سكر يعني ستيفيا أو مونك فروت أو أي سكر نباتي يعني يكون ملوش سعرات. انا مشكلتي في ان انا اتعودت انه كمية النشويات تبقى كبيرة، ان انا اخد عيش كتير ونشويات كتير جنب الاكل، يبقى هي دي اللي انا هبتدي اشتغل عليها. لان اتعودت ان انا بشربش مية خالص، وطول الوقت اكتر حاجة بفكر فيها هي الاكل، يبقى ابتدي اعود نفسي ان انا اشرب مية قبل ما افكر في الاكل، انه اشرب مية على طول، ان اخلي حتى ازازة المية جنبي لو انا بنسى. ابتدي اصلح الحاجات واحده واحده كده، حتى لو هغير مثلا حاجه كل اسبوعين، مثلا حاجه كل شهر، بس نقطه نقطه منهم ابتدي اشتغل عليها في حياتي. هلاقي كل خطوه من دول فرقت معايا على طول في صحتي، فرقت في شكلي، فرقت في وزني، وفرقت في ان انا يبقى حياتي خفيفه وصحيه. دي اسهل طريقه ان الواحد يعمل النظام من غير حتى ما يبص في ورقه. حلو قوي، مم. حلو قوي. يعني يبتدي يغير عاداته الغذائيه الغلط، او يعني اللي هو شايفها هي دي اللي هي زيادة في وزن، السبب يعني. هي السبب يعني. طيب في حاجات ساعات احنا مش بنبقى واخدين بالنا منها، يعني في كتير مثلا يقولوا لي لا ده انا ما دي حتة، يعني حتة حاجة مثلا. فعايزة اعرف هل هي فعلا حتة الحاجة دي حتة الشوكولاتة، ولا حتة التشيز كيك، ولا ده ولا ده؟ يعني الحتت دي هل بتفرق؟ أكيد طبعا بتفرق، لأن هي فيها مكونات كتيرة قوي، كل حاجة فيهم فيها سعرات كتير. يعني هي الدهون اللي بتبقى فيها، السكر اللي فيها، الدسم لو فيها كريمة أو كده. ف يعني هي مش هقول ان الحاجات دي ممنوعة منعا باتا، اكيد كلنا بيجيلنا اوقات بيكون في مناسبات او اعياد، ولازم يعني لازم هنبسط نفسنا في العيد، مم. هنبسط نفسنا في المناسبات. بس ما تبقاش حاجة ثابتة معايا كل يوم. يعني في ناس مثلا بتقول انا ما اقدرش استغنى عن البيبسي، انا لازم كل يوم اشرب حاجة. في ناس بتقول انا ما اقدرش استغنى عن الشوكليت. فهي دي مشكلة، ان انا احولها لعادة ثابتة معايا كل يوم، مم. فخلاص مخي اتبرمج على كده. انا مجرد ما يعني ان انا اكسر العادة دي وخلاص ادور على بديل صحي اشغل مخي بيه، بعد اسبوعين خلاص العادة دي بتكون انتهت. ده حقيقي، حقيقي فعلا. حتى يعني حتى العلم بيقول ان يعني بعد تقريبا 20 يوم لو 20 قدرتي يوم تستغني عن الحاجة 20 يوم تقدري تستغني عنها على طول. مهم. فدي حاجة مطمئنة، يعني ان اي عادة ممكن نبطلها يعني، او نلغيها خالص من حياتنا. عشان كده يعني دايما بقول انا يعني من وجهة نظري ان ساعات اليوم الفري ده بيربطنا بالحاجة،
فاهمه؟ فببقى قاعده مستنيه برضو، لان دي برضو من خبرتي واللي حصلت معايا. انا كنت زمان مم. قوي يعني ما كنت بعمل دايت، كنت انا عاشقه للحلويات، فكنت بستنى كل اسبوع واضرب بقى ضرب غير طبيعي بقى في الحلويات يعني انتقم. ف... فما كان وزني بينزل على فكره، برضه لاني كنت صغيره قوي، ويعني كنت لسه في العشرينات يعني وكنت بحرق وكده. بس ده ما ساعدنيش ان انا اتخلص من حته الحلويات دي. الارتباط ده. اه، اه. الارتباط بالحلويات طول حياتي يعني، فعلا ما قطعتش الرابطه دي غير لما بعدت عنه شهور طويله، زي بالظبط الادمان، ما هو ادمان. طبعا. فلازم ابعد شويه كتير قوي عن الحاجه، بعد كده بقى لما بتجيلي في المناسبات خلاص يعني مش سم قاتل يعني بقى خلاص مم. باكل حاجه، وما ببقاش ملهوفه عليها قوي زي زمان وفي يعني. نفس الوقت ما بتحسيش بالذنب زي ما كنتي بتحسي قبل كده بالظبط اكيد. بالظبط بالظبط، صح فعلا. طيب انا كنت عايزه اسالك على حاجه تانية. إيه، حته طالع نازل طالع نازل طالع نازل، هو اليويو دايتنج ده آه، برضو كلنا اكيد عانينا منه. بس في مثلا بيخس 2 كيلو 3 كيلو ويرجعهم، 2 3 يرجعهم. مم. فهل ده يعتبر يويو دايتنج، ولا اليويو دايتنج ده اللي هو بزيد 10 واقلهم؟ اه، اليويو دايتنج لا، كيلو او 2 كيلو ده يعتبر انا مثبت وزني، يعني ده كده امم. يعتبر ان انا مركز، ان انا ما زدتش يعني، لا ده تمام. لكن يويو دايتنج زي ما قلتي من شوية، انه انا ابقى بوصل للي انا عايزه وبعدين افتح خالص واخرب الدنيا امم. وارجع تاني ازيد، وبعدين ابتدي اخد اني اتعامل مع الحياة الصحية دي كأنها كورس علاج. انا همشي صحي امم. شوية وبعد كده اخرب الدنيا تاني. اه. فهو ده اللي بيبقى صعب، وده للأسف مدمر جدا للحرق. يعني الحرق بتاع الحد ده بيفضل يقل 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 لدرجة بقى ان بعد كده كمية السعرات اللي كانت كويسة بالنسبة لي وبنزل فيها عادي ما تبقاش مناسبة خالص، واحتاج بقى اخد سعرات قليلة خالص عشان اقدر بس ايه، ابتدي يعني احرق تاني زي الاول. امم. فهو مش صح طبعا ان انا اتعامل معاه كده. هو هل مثلا لو انا قلت ان انا انه الاكل من الشارع مش حاجة كويسة، ينفع ان انا اقعد اكل فتره من الشارع بعدين ارجع ابقى كويس؟ لا، ما انا الصح يعني انا بخاف على نفسي هفضل خايف على نفسي على طول، دي ما فيهاش حاجه اسمها لا همشي عليها شويه وبعدين لا هرجع اكل اكل مش نظيف، لا ما فيش الكلام ده. امم. فلازم ده يبقى خلاص من يعني حاجه بتبرمج عليها، انه انا هاكل اكل صحي، هفضل على طول اكل اكل صحي. ما فيش حاجه اسمها لا ارجع اكل اضرب شويه لحد ما ازيد 10 كيلو تاني وبعدين ارجع اعمل دايت من امم. اول وجديد، هو مش علاج. اه، وبيبقى صعب كمان على فكرة جدا. مم. مم. يعني دايما اول مرة غير تاني مرة غير تالت اه مرة، بالظبط، الحرق لان زي ما انتي بيبوظ. بتقولي الحرق مم. بيبوظ فعلا، وما بيبقاش خلاص الدايت ما بيبقاش effective anymore يعني بعد التكرار. عشان كده دايما اللي بيجي من خلفية ان هو عمل كتير طول قوي قبل حياته كده بيعمل بيبقى دايت بيبقى صعب صعب قوي ان جدا. احنا نرجع نشغل الحرق بالظبط تاني زي الاول. بالظبط، يعني مم. لازم بقى تزودي الاكل بقى وحاجات يعني فاهمه، بيبقى فيها لعب بقى اه. وتجارب كتير علشان تعرفي تظبطي الحرق يرجع تاني يحرق يعني وكده. مم. تمام. طيب يعني هي الأسئلة خلصت، بس أنا مبسوطة جدا إن انتي يعني كنتي معايا النهاردة، وهنتكلم كتير في التغذية، لأن التغذية دي بحر كبير قوي 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 يعني ما بيخلصش. اكيد. وكل يوم في جديد، وكل يوم في أبحاث، وكل يوم كل يوم بيغيروا في رأيهم. ترندات جديدة. اه بالظبط، في ترندات وفي مواضيع جديدة. كتيرة في بتطلع. اه. بالظبط بالظبط، والاعشاب والتوابل والمش عارف ايه، وده بيزود الحرق وده بينقص الحرق. هنرجع لكم تاني مرات كتير قوي مع دكتورة مريان، علشان في مواضيع كتير جدا عايزين نتكلم فيها، بس دي كانت البداية كده عن الوزن. وان شاء الله هنشوفكم تاني قريب.
في مواضيع تانية جديدة ومع عيشي حياتك. ميرسي جدا يا دكتورة، وشرفتيني ونورتي عيشي حياتك. ميرسي ليك يا مريم. شكرا.